مساء الفل على الكل. محدش بقى فاهم ايه اللي بيحصل ومش لاقيين اي تفسير يا معلم على كل الكوارث اللي بقت بتحصل في الفترة الأخيرة واللي احنا بقينا عايشينها دلوقتي، واللي المفترض ان بيتقال عليها انها من صنع الطبيعة او انها ظاهرة كونية. الحدوتة بقت غريبة ومثيرة للقيل والقال، والحقيقة الطبيعة كده شكلها زودتها معانا زيادة عن اللزوم. ولا انت شايف ايه؟ بقول لك ايه، من غير تفكير ومن غير حوار جنى هتولعها نار. تفتكر ان اللي ورا كل اللي بيحصل ده يا معلم الطبيعه؟ يعني الطبيعه هي اللي صنعته برضه، ولا حد عامل نفسه الطبيعه ومتخفي؟ يعني انت عايز تقنعني ان هوب فجاه كده نطلع من زلزال هز تركيا وسوريا وبعدهم المغرب، فجاه نقع في الطيره، قصدي نقع في اعصار بنيال اللي حصل في ليبيا؟ اللي هو مين بنيال ده يا اخويا؟ انا مؤنث خبيها عليك. ايه هي؟ انا بشتغل ضابط في المخابرات الاسرائيليه، واسمي الحقيقي دانيال. كل كارثة من اللي حصل الدنيا يا معلم قلبت الدنيا وجابت عليها وطيها وشالت قدامها الأخضر واليابس، وفي شوية حواديت طلعت لنا فجأة كده بتقولك إن اللي بيحصل ده مترتب له كويس قوي ومتخطط له كمان، هو إنه ما جاش بالصدفة كده عادي. بقولك إيه، فاكر يا برنس زلزال هايتي اللي حصل في يناير 2010؟ بيقولك يا سيدي الزلزال ده كان مدمر جدا وكانت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وشال قدامه يجي 200,000 بني آدم وشرد يجي أكتر من 2 مليون شخص. ما لحقناش نهدى ونرتاح من الكارثة الأولانية، هوب دخلنا على الكارثة اللي بعدها، اللي هي إيه بقى يا سيدي؟ زلزال وموجة تسونامي، وده حصل في اليابان في مارس 2011، واللي كانت قوته حوالي 9 درجات على مقياس ريختر، وده بقى أخد في وشه أكتر من 1000 قتيل، ويا ريتها وقفت على كده وجبرت. ده دمر مطار سندي، ومش بس كده، ده كمان دمر البنية التحتية كلها، وكمان قضى على المحطات النفطية والنووية، واللي اتقال عنه إنه من أعنف الزلازل اللي حصلت في تاريخ اليابان. ده غير بقى كوارث تانية ما كانتش تخطر على بال مخلوق، وغيرها كتير ما تعدش يا كبير. طب ما تيجي ندخل في الموضوع على طول ومن غير لف ولا دوران. سمعت يا باشا او عدى على مسامعك حاجه كده اسمها مشروع هارد؟ شكلك ما سمعتش، والنبي شكلك ما سمعت. انا بقى هسمعك. في الفتره الاخيره ومع كل الحوارات اللي بتحصل في المنطقه العربيه بالاخص، بدات الناس تروح لسكه غريبه كده وبدات تهري وتحكي عن حاجه كده اسمها مشروع هارد. بيقول لك بقى مشروع هارد ده يا سيدي، او زي ما بيقولوها كده باللغه الفصحى، برنامج الشفق القطبي النشط العالي التردد، وده اللي عملته امريكا اللي توجهت لها اصابع الاتهام، وكل الكلام بقى رايح في اتجاه نظريه المؤامره. امال تفتكر مين يا معلم اللي ورا اللعب اللي بيحصل ده غير امريكا، واللي عملت المشروع ده جوه المنشآت العسكريه في ولايه الاسكا؟ وطبعا ما سكتتش على كده وفضلت تطور فيه. بص بقى يا باشا، انا هبسطها لك. مشروع هارب ده بيقدر بسهوله قوي يغير المناخ ويحوله لسلاح حرب ويقلبها من فوق لتحت ومن تحت لفوق، وده بيكون عن طريق قصف الغلاف الجوي باشعه ترددها عالي عن طريق الهوائيات. واللي كان ورا البلاوي دي كلها وقص الفساد واحد اسمه نيكولا تسلا، والكلام ده كان قبل بدايه القرن ال21. يعني الموضوع من الاخر وبالبلدي ما كانش بالبركه كده، وكان متخطط له من قبل ما انا وانت نيجي على وش الارض اصلا. ومن الاخر كده مشروع هارب ده عباره عن سخان ايونوسفير، وده بيزود الغاز الايوني في طبقه الغلاف الجوي الاقرب للارض، وده بيكون عن طريق تزويد كثافته اللي هو في الطبيعي نسبته بتكون قليله جدا. وطبعا ده اللي بيخلي النظام يتهز ويتشقلب. وقال ايه؟ بيقولوا انهم شطبوا الليله دي خالص في 2015، والموضوع بقى مقتصر بس على نفوس الطلبه في جامعه الاسكا. وطبعا ده كله كلام مش منطقي وما يدخلش نافوخك ولا دماغك ولا حتى دماغ انا شخصيا يا برنس. طب لو اتشطب واتقفل عليه فعلا زي ما بيقولوا كده، يبقى مين اللي ورا الشقلبه اللي بتحصل بقالها فتره، من اول اللي حصل في فبراير في تركيا وسوريا لغايه زلزال المغرب واعصار ليبيا، وقريب جدا وارد تحصل لكذا دوله في وقت واحد؟ هو حقيقي نظريه المؤامره مش سايبانا احنا كبشر في حالنا. وعلى راي المطرب الحساس اللي انا شخصيا معرفوش، الفنان لؤي، الأيام مش سايبانا في حالنا. اي والله يا نجم، مش سايبانا ومش عارفين هتسيبنا ولا هتسيبنا كل الكوكب وهننطرد كلنا بعون الله.
اهو يا معلم زي ما انت شفت كده في الفيديو اللي فات، الاضواء الزرقاء اللي سبقت الزلزال بفيمتو ثانيه هو اللي لسه كنت بكلمك عنه وبحكي لك فيه من شويه، وهو ان في احتماليه انهم يكونوا طبقوا مشروع هارب واللي نتيجته حصل الزلزال اللي كان يوم الاثنين 6 فبراير واللي سموه زلزال كهرمان مرعش، واللي نتج عنه حوالي 46,000 ضحيه، ووصلت شده الزلزال ده على مقياس ريختر حوالي 8 درجات، واللي اعتبرته تركيا تاني أسوأ زلزال بيحصل في تاريخها بعد زلزال أزميد اللي حصل سنة 1999. ومش بس كده، ده زلزال كهرمان مرعش مش بس طال تركيا، ده برضه سمع في سوريا واللي نتج عنه حوالي 6000 ضحية في سوريا، ووصفته منظمة الصحة العالمية بإنه أسوأ كارثة طبيعية حصلت في المنطقة دي من قرن. تخلص على كده يا برنس؟ لا إزاي؟ بعدها بشهور معدودة يحصل زلزال في المغرب قوته توصل ل 7.1 ريختر، واللي دمر قطاع كبير جدا في المغرب يوم الجمعة اللي فات بالليل، وللأسف وصل عدد ضحاياه لعدد يتراوح من بين 1000 ل 3000 قتيل. ده كله غير المصابين طبعا، والمصيبة الأكبر إن الزلزال ما انتهاش لحد كده، ده كان ليه توابع لحد الخميس اللي فات اللي كان من كام يوم، واللي كان بمثابة تكملة للكارثة اللي حصلت. طب بالذمة ده كلام يدخل مخ حد عاقل ان كل دي صدف كونيه وانها فعلا من صنع الطبيعه؟ طب بلاش ده كله يا سيدي واعتبرني طالعه اهبد عليه. شفت وسمعت عن الاعصار اللي حصل في ليبيا اللي انا لمحت لك عليه في بدايه الحلقه، واللي حصل من الحد اللي فات بالليل يوم 10 سبتمبر واللي غطى منطقه ديرنا كلها؟ ده برضه كان صدفه؟ يا سبحان الله يا اخي. بقول لك ايه، قبل ما اختم حلقتي عايزه اسيب لك مقطع بسيط من فيديو لواحده كده كانت اتحدفت علينا، ما تعرفش هي مين ولا جات لنا منين واختفت لوحدها كده، ما تعرفش علشان ايه برضه، وهي الاخت اللولبيه الجهنميه المدعوه او الدكتوره مايا صبحي، واللي انا اكاد اجزم انها واحده من ضمن منظومه صناع القرار اللي كل اصابع الاتهام بتقول انهم ورا كل اللي بيحصل ده. عموما انا هسيب لك الفيديو ده وانت افهم الباقي براحتك. الحرب ده قادر، يعني باختصار هو قادر على حاجات كتير جدا، بس باختصار بيعمل زلازل، قادر على صنع الزلازل، قادر على صنع تسونامي. عموما كده او كده الاخت مايا صبحي دي محتاجه حلقه لوحدها نتكلم فيها عنها، لكن سؤالي الاهم والاخير، تفتكروا الدور هيكون على مين فينا؟ ويا ترى هنقدر نسلم من اللي بيحصل ده في يوم من الايام، ولا مفيش مفر من المؤامره اللي مش ناويه تنتهي دي على خير؟ بقول لك ايه، يا ريت ما تنساش ان مع كل ترند ومع كل حوار جنى هتولعها نار. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، اشوفكم في حلقه جديده وترند جديد وسلام عليكم.